بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من استاد الهلال بأم درمان. هذه أجمل واطية بتحية من محدثكم ياسر مختار، وهذا اللقاء الكبير الذي يجمع الهلال وضيفه الأهلي عطبرة في الأسبوع الثالث لبطولة سوداني للدوري الممتاز لكرة القدم. حكم المباراة الفاضل أبو شنب يتأهب لإطلاق صافرة البداية لهذه المباراة، ويعاون على الخطوط عارف حسب الرسول ورشيد محمد خير. وصافرة البداية والكرة لمصلحة فريق الهلال الذي يبدأ المباراة بالتشكيل المكون من جمعة جينارو في حراسة المرمى بالرقم 21 عبد اللطيف سعيد بويع، بالرقم 25 روبرت سينكارا، بالرقم 3 عبد الرحمن كايا، بالرقم 30 عمر بخيت، بالرقم 2 نزار حامد، بالرقم 13 إيكانجا، بالرقم 26 بيشا، بالرقم 4 كاريكا، بالرقم 17 معاوية فداسي، بالرقم 29 وإبراهيم الساني، بالرقم 28. تشكيلة الضيوف الإكسبريس الأهلي عطبرة تتكون من محمد آدم في حراسة المرمى، علي محمد عمر بالرقم 22، حماد بكري بالرقم 14، محمد عثمان بالرقم 16، يواب دانيال بالرقم 6، بل ديلون المحترف العاجي بالرقم 7، ايزاك ماتيا قائد الفريق بالرقم 10، محمد حجار بالرقم 17، محمد رفاعي محترف المصري ايضا في صفوف الاهلي بالرقم 13، ومحمد هاشم بالرقم 23، وامين ابراهيم بالرقم 18. تلك هي قائمة فريق الاهلي، والكرة لمصلحة فريق الهلال، وسهل عند الحارس محمد ادم. لعبت لمصلحة فريق الهلال، تمر الى خارج الملعب وتصبح ركلة مرمى للاهلي عطبرة. محمد آدم حارس مرمى فريق الأهلي عطبرة، معروف طبعا لعب لفريق الهلال ولفريق النيل الحصحيصة، حارس يتمتع بخبرة كبيرة في مجال حراسة المرمى، قدم مردود طيب من خلال هذه البطولة، بطولة الدوري الممتاز، والآن يواصل مع فريق الأهلي عطبرة. لعبت لمصلحة فريق الأهلي، تمر إلى خارج الملعب، تصبح ركلة مرمى لمصلحة الهلال. جمعة جينارو يبدأ هجوم ناحية عبد الرحمن كايا، لعبت من نزار حامد إلى معاوية فداسي، مقطوعة من جانب دفاع الأهلي، تعود عمر بخيت يبحث عن الزميل، تمرير على الناحية اليمنى، محاولات للهلال لافتتاح التسجيل في هذه المباراة ومباغتة ضيفه بهدف مبكر يمكن أن يزيد عددية الأهداف الهلالية. الأهلي في مزعه للحفاظ على الشباك، ومحاولة أيضا الاعتماد على المرتدات ومباغتة صاحب الأرض داخل ملعبه. لعبت لمصلحة فريق الهلال، مبعدة من جانب الدفاع، تصبح جانبية هلالية. لعبت من نزار حامد ناحية كاريكا،
كرة تمر إلى خارج الملعب، تصبح ركنية لمصلحة فريق الهلال. ركنية اتلعبت بذكاء من كاريكا، ومحمد آدم من أعلى نقطة الآن يبدأ هجوم على وسط الملعب لأيزك. تعود للمحترف المصري محمد رفاعي، أول موسم طبعا يشارك مع فريق الأهلي هذا اللاعب المصري. ملعوبة لمصلحة فريق الأهلي، تعود في الخلف لمصلحة فريق الهلال. بويا والعودة للحارس جمعة جينارو، يبدأ هجوم على الناحية اليسرى لعبد الرحمن كايا. تبادل مع نزار حامد، تمريرة أمامية ناحية فداسي، انطلاقة سريعة والكرة تصل إلى محمد آدم. حكم يشير إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق الأهلي. ركلة مرمى لمصلحة الأهلي عطبرة. ملعوبة أمامية تعود في الخلف لعبد اللطيف سعيد، إلى عبد الرحمن كايا، إلى عبد اللطيف عمر بخيت، يعود إلى عبد الرحمن كايا، وتبادل مع نزار حامد، يعود أكثر لعمر بخيت، تمرير ناحية سنكارة، تمرير على الناحية اليمنى، ومحاولات من جانب الهلال، الإبعاد من جانب الدفاع العطبراوي، كرة تمر إلى خارج الملعب. جانبية أهلاوية عطبراوية، ملعوبة ناحية محمد رفاعي، تعود في الخلف إلى جمعة جينارو. بداية هجوم هلالي، عمر بخيت قائد فريق الهلال، عبد الرحمن كايا إلى عمر بخيت، ملعوبة ناحية المقدمة الهجومية ولكن مبعدة من جانب دفاع الأهلي، تعود للمصري محمد رفاعي، مقطوعة من جانب الدفاع الهلالي. نزار حامد إلى معاوية فداس، مقطوعة من جانب دفاع فريق الأهلي، والعودة للحارس محمد آدم، أيضا تمر إلى خارج الملعب. معاوية فداسي، كرة ناحية عمر بخيت، ملعوب على الناحية اليمنى، تمريرات هلالية قصيرة في محاولة لسحب الأهلي عطبرة الذي يغلق كل المنافذ أمام الهجمات الهلالية لحظة فقدانه للكرة. ملعوبة لمصلحة فريق الهلال، لبعد من جانب الدفاع وخطيرة، كاريكا يسدد وجول! كاريكا في الدقيقة الثامنة، ينجح القناص مدثر كاريكا في إطلاق صاروخ قوي
داخل الشباك الأهلاوية ويعلن أول أهداف المباراة. إذن 1-0. هدف للهلال دون مقابل للأهلي عطبرة. هدف الهلال في الدقيقة 8 عن طريق مدثر كاريكا. هدف بالتأكيد سيغير من إيقاع المباراة. الأهلي الذي سيبحث عن العودة من جديد عن طريق التعادل، والهلال في محاولة لتعزيز الهدف. كرة ملعوبة تعود نزار حامد إلى عمر بخيت يبعد الخطر. كرة على وسط الملعب لحماد بكري، ولكن مبعدة من جانب محمد هاشم. كرة تصل لمصلحة فريق الهلال على وسط الملعب. نزار حامد أمامية لإبعاد من جانب دفاع الأهلي. لطيف سعيد، عمر بخيت، نزار إلى عمر بخيت، امتلاك كامل للهلال. تعود لكاريكا، يعود إلى عمر بخيت، كرة إلى خارج الملعب جانبية للأهلي عطبرة. على وسط الملعب إلى محمد رفاعي، تعود إلى عمر بخيت، إلى كاريكا، خطيرة الانطلاقة لكاريكا والعكسية ولكن مبعدة من جانب دفاع الأهلي. تعود لمصلحة فريق الهلال. لطيف سعيد إلى سنكارا أمامية، تعود إلى كاريكا، أمامية ملعوبة ولكن مبعدة من جانب دفاع الأهلي. كرة على الناحية الشمال لمصلحة فريق الأهلي تطول على محمد الرفاعي، تصبح جانبية هلالية. عبد الرحمن كايا إلى معاوية فداس، إلى نزار حامد، عمر بخيت، تعود من ساني في الخلف إلى بشا أمامية، يعود للخلف، كرة تتحول على الناحية اليسرى. كايا، نزار حامد مقطوعة لمصلحة فريق الأهلي. أمين إبراهيم، وتطول تصل للحارس جمعة جنارو. جمهور طبعا يتابع من داخل مدرجات استاد الهلال في درمان. هذا الاستاد الذي تأسس في العام 1930 يسع استاد الهلال لعدد كبير من الجمهور يقدر ب 30,000 متفرج.
مباراة الافتتاح لهذا الملعب استاد الهلال كانت بين الهلال ومنتخب غانا، وانتهت بالتعادل هدف لكل فريق. ملعوبة خطيرة لمصلحة الهلال، مبعدة لمصلحة الأهلي. كرة تمر جانبية هلالية، تعود في الخلفية إلى عبد اللطيف سعيد، تحويل للعب على الناحية اليمنى سنكارة، عمر بخيت، عبد الرحمن كايا، كرة تطول تمر إلى خارج الملعب، جانبية أهلاوية عطبراوية. طبعا عطبرة تشارك بفريقين في بطولة الدوري الممتاز، الأهلي والأمل، بينما تشارك ولاية نهر النيل ب3 فرق في بطولة سوداني للدوري الممتاز، هي الأهلي عطبرة والأمل في مدينة الحديد والنار، ثم الأهلي شندي. ملعوبة أمامية تصل إلى جمعة جنارو، بداية هجوم لمصلحة فريق الهلال. نزار حامد الآن إلى عمر بخيت قائد الفريق، سنكارة، روبرت سنكارة، تعود إلى عمر بخيت، محاولات للهلال على الناحية اليمنى، كاريكا أمامية ملعوبة، وكرة تتحول إلى ركنية هلالية، ركنية هلالية في الدقيقة 16. هلال يتقدم بهدف لكاريكا، وجارزيتو المدير الفني لفريق الهلال الإيطالي الأصل الفرنسي الجنسية يتابع أداء الفرقة الزرقاء. اتلعبت عالية داخل منطقة الجزاء ولكن مبعدة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى للإكسبريس. وهي فداسي اللي واضع على الصورة، قدم مردود طيب طبعا كما تابعنا شاهدنا مع منتخبنا الرديف من خلال البطولة العربية. المنتخب كان قدم أداء ممتاز تحت قيادة المدير الفني فاروق جبرة، والعديد من اللاعبين المميزين، وهذا هو المدير الفني لفريق الأهلي عطبرة المصري محمد عدلي، أول مرة يشارك في الدوري السوداني، هو مصري طبعا، عمل في عدد من الأندية، وعمل مدرب لمدة 20 سنة. الدوري السوداني طبعا أصبح جاذب للمدربين الأجانب بفضل الأداء المميز حقيقة نقول للقطبين الهلال والمريخ في البطولات الإفريقية. الموسم الماضي أيضا شاهدنا أداء مميز أيضا كان لفرقة الأهلي شندي. أتمنى أن تتواصل قوة الدوري الممتاز السوداني حتى نحقق نتائج مشرفة في المسابقات الدولية. محمد آدم أمامية ملعوبة، تعود في الخلف لعبد الرحمن كايا، عبد اللطيف سعيد، نزار حامد، بيشا العائد من السعودية،
الى كاريكا، سنكارع على الناحيه اليمنى الى عمر بخيت، نزار حامد الى عبد الرحمن كايا، بشا الى عمر بخيت، امتلاك كامل للازرق على مجريات الامور، والتمريره الاماميه ولكن طويله تصبح لمصلحه الاهلي عطبر. محمد آدم أمامية ملعوبة، تعود في الخلف لعبد اللطيف سعيد بوي إلى عمر بخيت، إلى عبد الرحمن كايا، كرة تمر إلى خارج الملعب، جانبية هلالية تلعبت في الخلف إلى عمر بخيت، تمرير على الناحية اليسرى لكايا، يعود إلى عمر بخيت، إلى عبد الرحمن كايا، التمرير الأمامية وكرة لمصلحة فريق الهلال، التدخل في الوقت المناسب من جانب الدفاع العطبراوي والإبعاد للخطر. كرة تصل عمر بخيت، ملعوب على وسط الملعب، نزار حامد، تمرير الى بيشا اماميه مبعده من جانب الدفاع العطبراوي، تعود في الخلف لمصلحه فريق الهلال والبناء من جديد للهجوم الهلالي. عبد الرحمن كايا، تمريره اماميه مقطوعه من جانب دفاع الاهلي، كرة على وسط الملعب لمصلحه الاهلي عطبره، كرة إلى محمد رفاعي، تعود لمصلحة فريق الهلال، مبعدة من جانب الدفاع، تعود لمصلحة فريق الهلال مرة ثانية، أيضا الإبعاد من دفاع الأهلي، بيشا ينطلق على الناحية اليمنى والعرضية ولكن مبعدة من جانب دفاع الأهلي، كرة تعود في الخلف، عمر بخيت إلى عبد الرحمن كايا وسط الملعب، ملعوبة من جانب بشا في الخلف، عبد اللطيف سعيد إلى عمر بخيت، تمرير ناحية نزار حامد يبحث عن الزميل، وكرة تعود إلى جمعة جينارو، عبد اللطيف سعيد إلى عمر بخيت، أمامية ملعوبة، طويلة تصل للحارس جمعة جينارو، يبدأ هجوم لمصلحة فريق الهلال، بويا إلى روبرت سينكارا، عمر بخيت، تمرير على الناحية الشمال، عبد الرحمن كايا أمامية إلى كاريكا، تصل للدفاع الأهلي وركنية كما يشير حكم المباراة الفاضل أبو شنب. سنتابع في الإعادة مع الزميل المخرج محمد سليمان. فعلا اتلعبت الركنية، مبعدة من جانب الدفاع،
نزار كرة تتحول للناحية اليسرى ولكن تمر إلى خارج الملعب. كرة لمصلحة الأهلي. تعود للهلال. الأهلي يتكتل دفاعا. الهلال يبحث عن مداخل بشتى الجبهات عن طريق الأطراف وعن طريق العمق أحيانا. جانبية هلالية. عبد الرحمن كايا. نزار حامد. عبد اللطيف بوي. تعود إلى عمر بخيت. أمامية ملعوبة. الإبعاد من جانب دفاع الأهلي. يواب دانيال. يواب أمامية ومحاولة جادة للأهلي عن طريق محمد رفاعي نصر المحترف. مقطوعة لمصلحة فريق الهلال. كرة تعود لمصلحة فريق الأهلي. أمامية ملعوبة لمصلحة فريق الأهلي. لطيف سعيد بالمرصاد والمخالفة لمصلحة فريق الهلال. وجرزيتو يتفاعل طبعا مع الأداء. عمر بخيت تمرير على الناحية اليمنى إلى بيشا. كرة على الناحية اليمنى. كاريكا ولكن تمر. ملعوبة لمصلحة الأهلي ولكن تمر إلى خارج الملعب. جانبية هلالية لعبت لعمر بخيت. كرة على وسط الملعب إلى نزار حامد. تمرير إلى معاوية فداس. أمامية ملعوبة لمصلحة فريق الهلال والإبعاد من جانب الدفاع على العضبراوي. ركنية هلالية لعبت ناحية عمر بخيت. يمر عمر بخيت وخطير داخل منطقة جزاء الأهلي. مبعدة من جانب الدفاع تصل إلى عمر بخيت والمخالفة لمصلحة الهلال من صافرة الحكم الفاضل أبو شنب. تابع في الإعادة. مخالفة كانت لمصلحة الهلال. بشا معاوية فدس قادم للهلال من فريق الاتحاد. ود مدني والمخالفة لمصلحة فريق الأهلي. نتابع في الإعادة. مخالفة من عبد الرحمن كايا. لعبت لمصلحة الأهلي أمامية.
أمين إبراهيم، ولكن كرة مقطوعة تصل إلى إيكانجا، يعود في الخلف. معاوية فداسي، عبد اللطيف، ملعوبة لمصلحة فريق الهلال. عمر بخيت، معاوية فداسي، وعبد الرحمن كايا، يعود إلى معاوية، إلى بوي ولطيف سعيد. كرة ملعوبة لمصلحة فريق الهلال، تصل إلى معاوية فداسي، تتحول على الناحية اليمنى عن طريق بيشا، مبعدة من جانب دفاع الأهلي تحديدا محمد حجار. كرة مقطوعة تعود للأهلي، محمد رفاعي، شهربيوية، أمامية وخطيرة لمصلحة فريق الهلال، تصل للحارس محمد آدم. نصف ساعة تمضي من شوط اللعب الأول، لقاء الهلال وضيفه الأهلي عطبرة في الأسبوع الثالث لبطولة السوداني للدوري الممتاز لكرة القدم. النتيجة كما تتابعون تفوق حتى الآن لمصلحة الهلال بهدف سجل اللاعب مدثر كاريكا في الدقيقة الثامنة من انطلاقة زمن المباراة. وكرة قوية، كرة قوية والإبعاد من محمد آدم. حكم يشير إلى ركنية لمصلحة الهلال. مدثر كاريكا يلعب الركنية، تراجع للأهلي عطبرة، وسنة يتحفز طبعا. حكم الفاضل أبو شنب 38 سنة عمر هذا الحكم، يعمل مدير مالي، وأدار لقاء الجيش الرواندي أمام فيتالو البورندي في دوري الأبطال، مباراة قيمة أول أمس. محمد آدم يبدأ هجوم لمصلحة الأهلي، كرة تعود في الخلف لمصلحة فريق الهلال. معاوية فدس، عبد الرحمن كايا، تمريرة أمامية، علي بعاد من ساني، كرة تصل لمصلحة فريق الأهلي، والمحاولة لتنظيم هجمة مرتدة. محمد آدم يبدأ هجوم لمصلحة الأهلي، كرة على الناحية اليسرى لمصلحة فريق الأهلي. هنالك صافرة، والجانبية اتلعبت لمصلحة الهلال. عبد اللطيف سعيد إلى عمر بخيت، إلى عبد الرحمن كايا، كرة مقطوعة
الأهلي تعود لمصلحة فريق الهلال. نزار حامد أيضا مقطوعة تعود للأهلي عطبرة. بيل ديلون محترف العاجي في صفوف فريق الأهلي رقم 7. بيل ديلون أول موسم له مع فريق الأهلي عطبرة. وكرة لمصلحة فريق الهلال. نزار حامد إلى معاوية فداس، إلى عبد الرحمن كايا، يعود إلى معاوية. تمرير إلى إيكانجا، وإيكانجا من غينيا الاستوائية ولكنه كاميروني الأصل. إيكانجا أمية ملعوبة أمامية لمصلحة فريق الهلال. كرة تصبح مخالفة للأهلي العطبراوي. 35 دقيقة تمضي من شوط اللاعب الأول. هلال يتفوق على الإكسبريس بهدف نظيف حتى الآن. التوقيع لمدثر كاريكا في الدقيقة 8. كرة لمصلحة فريق الهلال أمامية ملعوبة على وسط الملعب. تعود إلى معاوية فداس، وكرة تمر إلى خارج الملعب. سعد الحكم عارف حسب الرسوم يشير إلى أن الكرة لمصلحة الأهلي عطبرة. خطأ تتحول لمصلحة فريق الهلال. معاوية فداس، نزار حامد أمامية ناحية كاريكا، ولكن مبعدة من جانب الدفاع الأهلي عطبرة. كرة تصل إلى روبرت سنكارا وبدر الدين قلق، بدر الدين الدود الشهير بقلق يتأهب للمشاركة مع فريق الأهلي عطبرة. قلق طبعا سطر أجمل فن والكروي في تقديري مع فرقة المريخ اللي قدم إليه من هلال الساحل، وأيضا بعد عودته لهلال الساحل شاهدنا قلق يسطر ويسجل أجمل الأهداف مع فريق هلال الساحل اللي يودع طبعا بطولة الدوري الممتاز. عاد المريخ الآن يواصل مع الأهلي العطبراوي، لاعب يتمتع بخبرة كبيرة بالتأكيد. وكرة للأهلي تعود لمصلحة فريق الهلال. نزار حامد تعود في الخلف للمعلم الصغير عمر بخيت. هنالك المعلم سيد الاسم خالد. سنة والعرضية ولكن مبعدة. تعود لمصلحة فريق الهلال. نزار
كرة تتحول إلى عبد الرحمن كايا وحصار هلالي رهيب، والكرة تمر إلى خارج الملعب. كرة خطيرة مرت من اللاعب إبراهيم الساني. تبديل الآن في صفوف فريق الأهلي. نتابع فرصة كبيرة لساني. قلق يشارك مع فرقة الأهلي مباراة بديل للمحترف المصري محمد رفاعي الشهير بيوية، يلعب أول موسم هذا اللاعب مع الأهلي. عطبرة الآن قلق بديل عنه. بدر الدين الدود، بدر الدين قلق. كرة إلى خارج الملعب. عمر بخيت تمرير على الناحية اليمنى وهنالك راية. روبرت سينكارا يلعب المخالف. عمر بخيت ملعوبة أمامية ناحية معاوية فداسي. كرة تتحول إلى ركنية هلالية وجارزيتو يتحدث مع لاعبي فريق. ملعوبة أمامية محمد آدم يبعد الخطر وتسديدة ولكن بعيدة. كرة إلى خارج الملعب تصبح ركلة مرمى. 4 دقائق تفصلنا من نهاية الشوط الأول للقاء الهلال وضيفه الأهلي عطبرة في الأسبوع الثالث لبطولة سوداني للدوري الممتاز لكرة القدم. التفوق حتى الآن لمصلحة فريق الهلال بهدف سجله لاعب مدثر كاريكا في الدقيقة 8. محمد آدم أيضا كان طبعا ضمن تشكيلة فريق الهلال. ملعوبة لمصلحة الأهلي. كرة على وسط الملعب بيل ديلون العاجي ولكن مقطوعة لمصلحة فريق الهلال ناحية بيشا. انطلاقة لبيشا، محاولة للاعب كرة عرضية والتسديد ولكن بعيدة. تعود لمصلحة فريق الهلال مرة ثانية. محاولات مستمرة للهلال والمخالفة. تابع مخالفة لمصلحة فريق الهلال. فاضل يتحدث مع الحكم الرابع ونشاهد ايضا مساعد الحكم محمد ايدام حكم دولي من الدمازين. كرة لمصلحة فريق الهلال. تعود لمصلحة فريق الهلال. ساني يمر ساني ولكن الدفاع والحارس والكرة لمصلحة محمد آدم. كرة ما زالت في اللعب. تابع ساني. فعلا الإعادة وضحت أن الكرة مرت إلى خارج الملعب، بالتالي هي ركلة مرمى. كرة لمصلحة الأهلي. ملعوبة أمامية.
والى خارج الملعب، والركنيه الاولى للاهلي عضبره في الدقيقه 44. اول ركنيه للاهلي عضبره. تردين الدود امام الكره، وبعد من جانب بشا تعود في الخلف لمصلحة فريق الهلال. عبد اللطيف سعيد، معاوية فداسي يعود إلى عبد اللطيف سعيد. بوي سنكارا، بشا، نزار حامد، عمر بخيت، روبرت سنكارا، كرة إلى عبد اللطيف بوي، أمامية ملعوبة ناحية عبد الرحمن كايا، مبعدة من جانب دفاع الأهلي عضبرة بالراس أيضا من بوي، تعود إلى نزار حامد، تمرير ناحية كاريكا والعرضية وخطيرة حلوة بالراس، اتلعبت قوية جدا من بشا ولكن مرت أعلى العارضة، كاد بشا أن يعزز التقدم الهلالي. كرة خطيرة كانت لمصلحة فريق الهلال في الدقيقة 45، داخلين على الدقيقة 46. حكم المباراة الفاضل أبو شنب إذا يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بين الهلال والأهلي عضبرة. النتيجة كما تابعتم تفوق الهلال بهدف وحيد سجله لاعب كاريكا في الدقيقة 8. إذا حتى الملتقى في شوط اللعب الثاني. أجمل تحية مني، هذه عودة للاستوديو التحليلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.